استوديو السيدة وهيبة بن علي ممثلة شركة الشركة الإسبانية لبيع هذا المنتوج في المغرب العربي. أنت ممثلة له، مرحبا بك في قناة النهار تي في. شكرا. أولا بداية كنا نتناقش مع الشيخ شمس الدين الجزائري حول هذه تركيبة هذا المشروب. هي المأخوذ عليه ربما من عند بعض الأصوات هو الموضة الجديدة على الجزائريين. نعرف احنا الناس الكل تعرف بلي الخمور موجودة في كل العالم، حتى موجودة القضية شراب الشعير، يعني في كل الدول، حتى السعودية فيها شراب الشعير اللي بدون كحول. لكن فقط لأنه ربما الناس لما تشوف قارورة مثل هذه تشوف تقول لك هذا بالك بالدارجة احنا نقولوا الروج والله يقولوا الويسكي، يقول لك هذا حرام كيفاه داروا له هكذا. ربما الناس دوك توالف باللي عندك الروج والويسكي ديسپونيبل في الحوانت في لي ماغازان في الاليمونطاسيون جينيرال. دونك تفضلي. شكرا. اهلا بك سيدي. انا الحقيقه ياسر فرحانه باش نحكي تونسي، على فكره انا تونسيه. حتى مشكل، احنا مغرب عربي وانا نمثل البراند هذه في المغرب العربي وفي الموين اوريون، دونك مش كان في المغرب العربي. الله يبارك. البرودوي هذا ايتي لانسي اولا في السعوديه. اول مارشي كي رياجي، مش احنا مشينا له وحدنا، هو العربيه السعوديه. السعوديه ليست حجه في باش نقولوا هذا حلال او حرام. لا مازلت ما وصلتش لغادي، انا توقع قاعده نحكي على لما تقولوا لنا هذا المنتوج. ما تقاطعنيش سيدي، خليني نكمل ومن بعد. في السعوديه هذه ماهيش حجه. من فضلك ما تقاطعنيش. نسمع كلمتك، تفضلي. انا ظننت اننا نقدروا نتحاور وما دام لا مش توا نكمل. هو سالني سؤال نكمل انا الانترفونسيون تاعي ومن بعد على راسي وعيني. لان السعوديه ليست حجه. نعم تفضل. لا انا ما قلتش السعوديه حجه تو، انا نحكي على فقط توضح صورتها. نعم فوالا. انا قاعده نمثل، انا شنو نمثل، وين حطينا البرودوي هذايا، وقاعده نمشي بالمرحله. نعم معناتها مانيش قاعده نحكي في حجج. لك كل حريه في الكلام. ما هو مش حجج. اما بعد على راسي وعيني تفضل، ما عندي حتى مشكله. نعم. دونك لو بروميير مارشي كي رياجي هو مارشي العربيه السعوديه، الامارات، ايران، المشرق العربي الكل. ومن بعد عندنا توا اون اني دمي، عام ونصف حوالي في المغرب. في تونس كيف عندنا محسوب توا 8 اشهر من اللي لانسيناه، enfin on a lancé sur la Tunisie. واحنا الممثلين الرسميين. Là où on a fait des lancements, c'est nous qui débarquons pour partager ce savoir-faire. نرجعوا توا البرودوي نتاعنا هذا شنو؟ مانيش باش نوصل باش نحلل ولا ما نحللش في اللحظه الراهنه هذه. باش نحكي عليه شنو هو تركيبته منين. تركيبته هو عصير عنب مخمر ومنزوع الكحول كليا، وهذا ما فيش حتى طرف دوت، حتى طرف شك. نعم. اي سوق يدخل فيه البرودوي هذا باش يتحط دون لي غيون نون الكوليزي مع الجو، العصير التفاح، عصير الواحد، العصائر. نعم. يتعدى بالوزارات الكل اللي يعمل التحاليل الكل، يثبتوا لي زانغريديون هذوما اللي فيه الكل، اسكو لي تو اللي موجودين لهنا سون ريسبكتي ولا لا. نعم. وما ناخذوا اون ميز على كونسوماسيون اللي هي بالعربي اوتوريزاسيون على كونسوماسيون، ترخيص بالاستهلاك، الا ما اون ريسبكت اكزاكتومون سكيا سور ليتيكيت. جميل. يعني هذا ما في حتى شك. ما فيش حتى شك. جميل. اي سوق دخلنا له راهو تثبت فيه المشروب هذايا وتحلل 10,000 مره، كيما الامارات، كيما السعوديه، كيما تونس، كيما المغرب، وكيما ان شاء الله في الجزائر. اش قلنا هو عصير عنب مخمر ومنزوع الكحول. تو باش نرجعوا لتوسكي حلال. نكمل اماني عايشه. مخمر يعني انا لا اقاطعك، انا اريد ان افهم كيف حبتني نكمل الانترفونسيون تاعي. اي سؤال بعد عطي ورقه وستيلو خلي قيد. معليش تفضلي كملي الانترفونسيون. مخمر. شفت انت كي تقشر كعبه بردقان وتحطها على الطاوله، دي كي لي اون كونتاكت افيك لوكسيجين تتخمر. اي حاجه، ان فروي، ان جو، شنو اللي باش نقول لك، خضره، اي حاجه تحطها درجة حرارة معينة، درجة حرارة معينة تتخمر وحدها. ايه الديجاج دو الكول. طيب هاو السؤال، انتم مادام هذا عبارة عن تتخلل ولا تتخمر. تخلل شنو هو؟ لماذا سميتوها وهيبة؟ لماذا سميتوه اذا خمر؟ ما سميناش خمر. مشروب عصير عنب مخمر ومنزوع الكحول، ما سميناش خمر احنا.
هو اللي يشوف هكذا حتى دبوس عامة تخلها الناس ما تعرفوا باللي كاين عامة الناس ما يفرقوش. والماركتينغ الان في 2015 تحط القاروره يعني حتى كان فيها ماء سعيده يعني ماء معدني الناس تحسبها باللي خمر يعني هذا هو معروف في الماركتينغ. شوف طيب انتم ما سميتوه يعني عصير عنب وخلاص لا ماهوش عصير عنب، على خاطر عصير العنب بور ما عندوش لي ميم بيان في من العصير العنب المخمر. وقت اللي يتخمر عصير العنب يتزادوا له دي زاديتيف كي اون دي بيان في كيما الفينول كي ا دي بيان في على سيركولاسيون دو سون وعلى لابيغمون تاع لي شرايين وعلى تصلب الشرايين. ils améliorent la circulation du sang. donc dès qu'on fermente le jus de raisin يولي عنده منافع اخرى تري ديفيرونت. جميل. لا علاقه بعصير العنب العادي. الشيخ لا باش نكونوا باش نوعيوا الراي العام. هي عطت وجهه نظر يعني نعم. وجهه نظر يعني منطقيه. هي منطقيه في كلامها. هي منطقيه. هي قالت ما فيش في دماغها. هي قالت ما فيش كحول. تفضل الشيخ تكلم اعطينا. هي تتكلم عن المنطق كما تراه هي. تفضل اعطينا. انا ما نتحمس مسؤوليه المنطق الذي تقوله هي. ما تقاطعينيش ايضا. تفضل الشيخ. هذا المشروبات هذه اما ان تكون خمرا فيها مواصفات الخمر فتكون حرام، وإما أن لا تكون فيها مواصفات الخمر فلا يجوز تسميتها خمر. طيب وراهي مواصفات الخمر هنا. مواصفات الخمر ها هي أين هي؟ ورا. أولا راحوا تعمدوا من كاع القاع تاع العالم باش يخيروا إلا القارورات التي تتوافق مع قارورات الخمر باش يكسروا الحاجز النفسي لدى الانسان المسلم. هذا تسويق. كل واحد يحب يسوق السلعه تاعو. قلت لي ما تقاطعنيش. نعم. حتى الماركتينغ فيه الحلال والحرام. كلمه ماركتينغ ما يعنيش ان كل شيء يجوز. هذه واحده. ثانيا اني نقول لكم هنيئا لكم كي ولات ماري فرانس هذه هي اللي تفتينا باللي هذا منزوع الخمر وما فيهش تخمير. أنا الآن عندي تصريح تاع ماري فرانس وعندي تصريح تاع الأخت اللي أمامي. كيف نقدر نخرج بفتوى باللي يجوز؟ وراهي السلطة الجزائرية. أين المجلس الإسلامي الأعلى؟ أين وزارة الشؤون الدينية؟ أين المختبرات الجزائرية؟ أنا ما عنديش ثقة في ماري فرانس وما عنديش ثقة في الأخت اللي أمامي تجي هي تجيب لي قرعة وديرها تجارة وتقول لنا اشربوها على رقبتي خاطرش منزوع كذا وكذا. هذا كلامها هي. الهدف من هذه التجارة هو تكسير الحاجز النفسي امام الخمور باش تولي الناس كاع تشرب. طيب نوافق حاجه واحده. حاجه واحده نقدر نشجعها الان قبل ما المختبرات تاع الدوله الجزائريه تعطيني القرار تاعها. وشنو هي الحاجه؟ هذاك الالكوليك لو حياته كاع يهبط شويه لهذه الماده اللي هم يقولوا عليها منزوعه الكحول. يعني علاجا له. صار الانسان اللي ماهوش مبتلى بالكحول علاه نروحوا نشجعوه على. صحيح الشيخ. حتى الطب الحديث وعلماء النفس لما الانسان حبوا يقلعوه حتى التدخين ولا المخدرات يعطوه سيجاره الكترونيه. يعني ربما حتى الناس اللي تشرب بزاف الالكول يقعدوا يشربوا هذا احسن لهم من الالكول. ولكن لا نكونوا واضحين معهم. اما انه عصير. هي قالت لك عصير. هاي شاي كتاوي بدات عصير العنب. وعلاه رحتوا خرجتوا في قرارات تشبه قرارات. نعطوها حقها من الحديث. تفضلي وهي. جاوبت من قبيله. انت سالتني قلت لي انت علاش ما نحطوش عصير عنب وبرا؟ قلت لك انا راهو عصير. لا هو عصير عنب. كلامها هي. لا مش كلام. احنا عندنا مختبر جزائري. واش مكتوب في القاروره؟ دوله جزائريه دخلت. وهبه واش مكتوب في القاروره؟ مكتوب مشروب عصير. مشروب عصير في القاروره. لا مكتوب زيدي قراي مشروب العنب. واش كنتي تقولي لنا مخمر؟ هو مخمر. كي تدخل هناك كي تقرا الديسكريبسيون تلقى يعني يحطوا في المكونات. وعلاه ما داتوش في العنوان مخمر؟ لا تو في يعني خايفين مراعي العام. لا موجود هنا مخمر موجوده ديسكريبسيون موجود. وفهميني الداخل هذا عنب معصور. مخمر. ما فيش خمر. لا شو انا ما داتش في قهوه مقبوله. انا نحب نفهم منك حاجه سيدي بالحق نحب نفهمها ليا انا. خليني توا معناتها من كل شيء. انت عندك انت الخمر شنو اللي يحرموا؟ انا نحب نفهمك اهو باش نعرفوا نجموا نتحاوروا. الخمر انا قلت لك هذا المشروب اما ان يكون خمرا يعني يسكر ويذهب العقل فهو حرام. شنو اللي يسكر؟ شنو اللي في وسط الخمر هذا اللي يسكر؟ الخمر ماده الاسكار. شنو هي؟ هذه المخطبه انت اللي تقوليها لنا انت خبيره. انا قلتها. هي الالكول. انا قلت هي الالكول هو اللي سكر. لا اللبن. سيدنا رسول الله واش يقول؟ كل مسكر حرام وان كان لبن. اللبن لو كان يولي سكر يولي حرام خاطر يدخل فيه الالكول. قلت لك انا كي نحطوا كعبه بردقان على الطاوله تقشرها وتحطها فهمتني ولا لا اون كونتاكت افيك السخانه elle va être fermentée et elle dégage l'alcool. كان تسمحي لي انا الى الان ما قلتش حرام.
اني حابك هو حاب الشيخ يفهم. انا الى الان هذا فاش اعوذ بالله ان اكون فتيت بالحرام، مازال ما قلت. اني نتساءل فقط علاه واش خاص الشعب الجزائري باش رحتوا تجيبوا لنا هذا العصير ورحتوا درتوه لنا. لا ابارت الرفاهيه ثم لو بيان في دو فان قلت دو فان هاي قالت لو فان. شفت خاطر هو هي اللي في قلبها ويزلق لها في لسانها. لا سامحني على خاطر انت ملي تحطي سميتيه لو فان. لو فان يتحط دون دي كاف ويترقد دي زاني دي زاني. هذا تقع ولو فان تاعكم واش؟ لا هذا يتخمر في الماكينه يقع تخميره يوليو فيه دي زاديتيف اخرين اللي هما منافع داكورد ومن بعد شويه الكول اللي يجي في وسطه on la dégage et c'est un processus énorme راهو qui coûte beaucoup d'argent. ونقول لكم حاجه l'objectif نتاع الشركه هذه الاسبانيه c'est de réduire à 50% la production de produits alcoolisés et d'aller dans ces produits. هذا هدف الشركه الاسبانيه التخفيض والانقاص من حجم استهلاك المشروبات الكحوليه في العالم. على خاطر هو هدف نبيل الشيخ. والله لا يكفي ان يكون هذا الكلام الذي يقال باش نحلل شيء لا نعرف عنه شيئا. انني قلت لك باش نخاف ربي اني انا نخاف ربي، ما رانيش خايف من اي انسان. عندك الحق. انت هذا تصنف فيه عصير ولا لا؟ عصير. وعلاه تقولي عصير مخمر؟ خاطر مخمر هو ماده مخمره تخميره. هاني قلت لك حتى شفت نحطوا باغ اكزومبل كعبه برتقال تخمر راي. والان وعلاه رحتوا شوف في قارات تشبه الخمر. سيدنا رسول الله يقول من تشبه بقوم فهو منهم. ما تعرفش كيفاش. علاه خرجوا هذا؟ تعرفش كيفاش سيدنا الشيخ؟ نجيب لك دبوزه خل كيفها ونجيب لك دبوزه زيت كيفها ونجيب لك دبوزه نتاع عصير يعني فيه كل الاشكال. وعلى فكره الشيخ كاين قوره مثل هذه فيها زيت زيتون تتباع. صحيح. كاين زيت زيتون تتباع في غير اجا بحثنا للمعرض يعني مش غيرهما. سامحني حتى نقص عليك اجا بحثنا للمعرض نوريك دي برودكتور دويل دوليف اي دي برودكتور دو فان والله نفس القاروره بنفس الخطا بنفس الكبر وبنفس الحجم وبالالوان نتاع لي زيتيكيت. انا الشيء الذي انصح يعني السلطات الجزائريه يثبتوا الا تدخل هذا المنتوج ابدا حتى تتاكد من عده امور. اولا انه ليس فيه اسكار وليس فيه ماده الخمر. ثم انا انصح هذه الشركه تاع ماري فرانس انها تغير الشكل تاع هذا وتجعله يتوافق مع الحلال ماشي يتوافق مع قرارات الخمر. علاه؟ لان ماناش حابين نكسروا الحواجز النفسيه امام الخمر. يعني انت تصنف الحلال والحرام بمنظر القاروره. راح نجوا عند هذه القضيه. ناخذ راي دكتور اخر بالهاتف لانه